مرحبا بكم متابعين قناة رحالة، ولكن في فيديو جديد أو دردشة اللي هو عن موضوع إسبانيا. يعني إسبانيا بتحتاج فيزا ترانزيت؟ ما بتحتاج فيزا ترانزيت. قبل ما نخش في التفاصيل يا ريت بس تدعمونا بسبسكرايب واللايك والشير للفيديو. طيب، بالنسبة للناس يعني اللي بتسأل من إسبانيا تحتاج ترانزيت ما بتحتاج ترانزيت، المفروض أنا أعمل شنو، أحجز كيف؟ طيب هناخد تفاصيل. إسبانيا مبدئيا ما بتحتاج ترانزيت، ومثلها هولندا وامستردام. طيب، في شروط تخلينا أنا أضمن إنه أنا يا أخي والله أنا هعدي المطار؟ ما في شروط. يعني يا أخي والله أنا حجزت تذكرة وحجزت فندق وما عارف عملتها، برضو ما شرط إنه ضابط المطار يسمح لك. يعني نحن نتكلم زي ما بقول السلبيات أول. يعني حتى لو معاك فيزا شنغن ومعاك فيزا الإكوادور، ضابط المطار إذا ما اقتنع إنه يطلعك الطيارة ما حيطلعك، سيبك من إنه ما عنده حق وما عنده حق. طيب دي اتفقنا فيها. طيب بالنسبة لي يعني يا خال بيقول لك أنا طالع من اثيوبيا وأنا طالع من مصر وأنا طالع من الخليج. مبدئيا كده الناس اللي في الخليج، السعودية، قطر، الإمارات، يعني عندهم فرصة أكبر إنه يعني يسمحوا لهم يصعدوا الطائرة، خاصة إذا عندك إقامة يعني في الخليج. بتكون مغني أكتر، أنت بتكون ذات نفسك مغني على الضابط، إنك أنت عندك المقدرة المالية، إنك أنت يعني ماشي سياحة، نقدر نقول ماشي سياحة. مدرسة طالع من مصر طالع من تركيا بتكون نسب أقل، وحسب يعني مطار مصر ومطار تركيا الناس يتردد عليه كثير، فالموظفين بيجوا حافظين الناس، يعني حافظين الأصناف بتاعت الناس يعني بيجوهم بترانزيت. ناس الخليج زي ما قلنا عندهم فرصة أكبر. طيب المفروض نعمل شنو عشان على الأقل زي ما نقول أنا أضمن إنه تذكرتي ما تضيع في حصل أي كيس أو حصل أي شيء؟ اللي هي تقطع بالخطوط التركية، شراكة أو الخطوط مع طيران إير أوروبا. طيب نقطعها كيف؟ تعمل تذكرتين منفصلتين أيا كان أنت كنت وين في أي دولة، تعمل تذكرة بخطوط تركيا من المكان اللي أنت فيه لمدريد. يعني عندنا مثلا ناخذ ناس مصر كمثال، مطار القاهرة، اسطنبول، مدريد، تمام؟ دي تذكرة ذهاب وإياب. تقوم في الطيران الثاني تختار طيران اير اوروبا، او ممكن نقول ايبيريا برضو تقدر، اللي هو تتاكد انه الطيران بيعمل البوردنج باس اونلاين. حاليا انا يعني كتجربتي انا مجرب الاير اوروبا اللي هو تقدر تعمل البوردنج باس اونلاين. فلو في ناس قبل كده استخدمت ايبيريا ده، انه لاي رحله كانت اذا بتقدر تعمل بوردنج باس اونلاين كسوداني، ممكن برضو الناس تمشي به. طيب انت توغل التذكرتين ديل مع بعض، التذكرة الثانية دي لازم تعمل عليها تأمين عشان تضمن حقك. إذا حصل أي كيس إنه المطار والله ما طلعوك، تقوم شنو تلغي التذكرة الثانية، يعني تكون أخف الأضرار. طيب انت والله حجزت التذكرة يوم 1 ليوم 30، مثلا من مصر لمدريد، ذهاب يوم 1 العودة يوم 30. الطيران الثاني تحجزه من يوم 2 ليوم 31. فهمت عليه؟ عشان الزمن يكون شنو؟ زمانك انت عامل لي اوفر او عامل ترانزيت في مدريد، وبتجي في منطقة الجوازات بتدي التذكرة بتاعت تركيا، بيعمل لك البوردنج باس. طبعا الناس الكاونتر اللي بيعمل بوردنج باس ما عنده علاقة، ما بيسألوك من فيزا، ما بيسألوك من شيء، عليه وش عن التذكرة، ديك البوردنج باس. المسؤول يتأكد من حجز فندقك والترانزيت حقك، ده عند البوابة في الطائرة، عند بوابة الطائرة الجيت حقك، بيسألك تقول أنا ماشي الإكوادور، ده البوردنج باس حق الطيران الثاني، تكون شايله في تليفونك، مطلع البوردنج باس جاهز، عندك اوريدي البوردنج باس التوكل بتاع خطوط تركيا. يعني هل بكده انت بتضمن انك تصعد؟ ما بتضمن. زي ما قلنا في فرصة انك انت تمشي فيه، يعني ناس كثيرة الحمد لله عبرت وكانت الحالة ناجحة يعني. واكرر اقول يعني الناس الخليج عندهم شنو فرصة اكبر، وان شاء الله كل الناس يعني كل الناس تمر بدون اي مشاكل ان شاء الله. وده اي احد عنده تجربة او حاصل معه اي حاجة في مطار ممكن يساعدنا بالتعليقات تحت عشان الناس تستفيد، والناس تعمل شنو تستفيد من التجارب. نشوفكم في فيديو جديد. لو في اي لو استفسارات ممكن تكتبوا لي في التعليقات، ان شاء الله حرد عليها. نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.